بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال عائلتي الغالية؟ أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. موضوع حلقتنا اليوم، وعلى حسب ما طلبتموه في السابق وفي هذه الأيام كذلك، هو طريقة محاربة النمل. أولا أنا آسف جدا لأني لم أتطرق لهذا الموضوع، رغم أنني توصلت إلى العديد من الرسائل في السابق حول مدة سنة أو سنة ونصف، وهذا كله يعني لم أعش هذه الفترة، يعني فترة ظهور النمل في القفص وعدم التفكير في حل لها. فقد شاهدت في العديد من الشروحات تشرح كيفية طريقة قتل النمل أو محاربة النمل، ولكن كما تعلمون أنا أريد أن أطرح فيديوهات عن تجربة شخصية. ولكن اليوم في الصباح توصلت بقفص من أحد الأصدقاء، طيور الباجي، لمعرفة أين الذكر والأنثى، ثم تفاجأت بالنمل كثيرا في قفصه. لكن عند رؤيتي في أسفل في الأرضية في القفص رأيت الكثير من الخبز، واتضح لي أن السبب الرئيسي في ظهور النمل وهو فتات الخبز أو بقايا الطعام أو بقايا أي من البذور. يعني أول شيء لا بد من التنظيف جيدا، تنظيف القفص وعدم طرح أي مجال لسقوط الخبز في جوانب القفص أو في القفص كذلك، لأن النمل كما نعلم أن هناك نمل أو نملة تتفحص المكان، فإذا وجدت شيء حلو أو الخبز أو الطعام أو السميدة أو ما شابه، فإن سبحان الله كيف تخبر الله أعلم، المهم تخبر النمل الآخر أن في المكان فلان هناك طعام، ثم تأتي النمل لكي تأكله وتأخذ ذلك الطعام. لابد من معرفة النمل يقوم أو يأتي لكي يأخذ الطعام المراد أخذه إلى الجحر. عن كلمة الجحر لابد أن تبحث عن الجحر في مكان وضع القفص في المنزل أو في السطح، لابد أن تبحث عن الجحر يا غالي. هناك أنواع من النمل، قتل النمل أو غير قتل النمل لا أستطيع أن أقول شيئا عن هذا، ولكن بالنسبة للنمل الذي يزعج حتى أنه يخرب المكان فوجب قتله، وهذا هو المبيد الذي جربته على النمل أو جربته في المكان الذي فيه النمل، حيث كان هناك بعض النمل السام أو النمل الأحمر الذي يقتل حتى الفرق، ليس فقط يأكل الخبز. فلقد قمت برشه بهذا المبيد الذي أستعمله أنا لقطتي. تتذكرون قطتي؟ صورتها سابقا، سأترك الرابط أسفل الوصف لمن يحب القطط ويريد أن يشاهد القطط. قمت برشه رشتين بهذا المبيد فمات النمل جميعا. أنتم قبل تواجد النمل لا بد من وسيلة أساسية، وهي التنظيف يا غالي، وعدم ترك فتات الخبز في أرضية القفص حتى تتجنب هذا المبيد وترشه على النمل. فإذا كان هناك نمل كثير وعملته أو جربت جميع التجارب فلم تنجح ولا تجربة، فاستعمل هذا المبيد الذي يستعمل للحشرات. القطط والكلاب يباع عند بعض الطيور بثمن $5 أو $6، لا أعلم حسب دولتكم يا غالين. هذا من جهة عن النمل. كملاحظة أساسية يا غالين، خاصة الأحباب الغاليين القاطنين في المغرب، نعلم أن هذه الفترة ترتفع أو مرتفعة درجة الحرارة كثيرا. لا تخرج طيورك إلى الشمس في هذا الوقت، لا تخرج طيورك في هذا الوقت يا غالي بالنسبة للمغاربة. لكن بالنسبة الأشخاص في الدول الأخرى لا أعرف ما هي درجة الحرارة وما هو الجو بالنسبة لتلك الدول، لكن بالنسبة للمغاربة لا تخرج طيورك في هذا الوقت. كان هذا كل شيء، كانت ملاحظة أساسية. لماذا قلت لكم لا تخرج الطيور؟ لأنه إذا خرجتم الطيور
فإن الشمس قوية جدا وممكن أن تقتل طيوركم يا غالين، لا سمح الله، وهذا ما لا نريد لطيورنا. إذا كان هذا كل شيء، كان معكم أبو مكرم من قناة محترف الطيور. لا تنسوا دعمي بلايك، وإن كنت مشترك لا تنسى لايك يا غالي، وإن كنت غير مشترك فانضم إلى عائلتي أزيد من 100 ألف مشترك ومشتركة. ولا تنسوا أن تنضموا إلى الجروب الذي قمت بإنشائه أول أمس. وسبحان الله هناك المشتركين يعني متفاعلين جدا، فممكن أن تطرح سؤالك ويجيبك أحد يعني الأشخاص المستفيدين من قناة. سبحان الله، والحمد لله على كل حال، في رعاية الله.